السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا ربي. اليوم إن شاء الله رايحة نشارك معاكم وصفة البريوش بالشوكولا. هذا البريوش يجي قطني خفيف سهل ماهل وفي نفس الوقت اقتصادي وبنين. صدقوني هذا البريوش ما يتشبعش منه. شوفوا الفيديو معايا للأخير، وإلا عجبتكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي جيم وأبوني فضلا وليس أمرا. نروح المقادير وطريقة التحضير. في ريسيبيون ندير كاس حليب دافي، نزيد عليه 4 كاس تاع الزيت، نزيد 3 مغارف تاع السكر ومبشور حبة قارص ولا نعوضوه بالفاني، نزيد عليهم بياض حبة بيض ومغرفة تاع خميرة الخبز. نحرك كامل المكونات مع بعض. من بعد نزيد عليهم الفارينة ونزيد مغرفة صغيرة تاع الملح. نخلط كامل المكونات. انا هنا درت لي تقريبا 4 كيسان تاع الفارينه، نزيد عليهم مغرفه تاع مارغرين، نحاول ندخلها كامل داخل العجينه تاعنا. هاد العجينه لازم تجينا تتلاصق، ما لازمش تكون يابسه باه تجينا خفيفه بزاف. من بعد ما كملنا كامل نخلو العجينه تاعنا تريح، من بعد نجيو نشكلوها. هذيك العجينه تاعي بعد ما خمرت تجي تتلاصق هكا خير باه تجينا بزاف خفيفه. نجي نقطعها الى دوائر، من بعد نشكلها. من بعد نحشيها بالشوكولا. انا درت هاد الشوكولا، نتوما تقدروا تعوضوها بالشوكولا تارتيني. نشكلوها على شكل خبيزات ونحطوها في السنيوه. بعد ما كملنا نحطوهم يخمروا، نعاودو نوليو ليهم. بعد ما خمروا لي نجي ندهنهم بصفر تاع البيض اللي ضفت له شويه قهوه، ندهنهم كامل على الوجه تاعهم ونحطهم يطيبوا في الفرن اللي كنا سخناه من قبل. هم ليك بعد ما طابوا لي، شوفوا كيفاه جاو. هنا كنت درت لها لا جولي وزدت فوقو كاوكاو ايفيلي، نتوما تقدروا تعوضوها بالمعجون. اوليك البريوش تاعنا بعد ما وجد، شوفوه كيفاه جا بزاف يشهي، جا خفيف. صدقوني هاد الوصفه ولا اروع. اتمنى انكم تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب تاعكم. ما بقى لي غير نقولكم شهيتكم في الصحه والهنا، نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى.